اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم، يا رب تكونوا كويسين. كل سنة وانتم طيبين، داخلين على رمضان كده. يا رب تكون أيام جميلة وعلينا وعليكم كده. تمام. هنعمل النهاردة عيش، هنحاول على قد ما نقدر تبقى بطريقة بسيطة أوي. خلاص احنا اتعلمنا شوية حلوين مع بعضنا، نكمل بقى. انا هنا جبت 3 كيلو دقيق أي نوع. معلومة، لو في دقيق أبيض اللي هو ال5 حبوب، دقيق أبيض دي واستخراج 82 72 92، أي حاجة، هو كله عيش. ولكن هي بس الفكرة في الدقيق البلدي الحاجات دي. فعشان خاطر انا ضامن لميت العجينة وهبدأ ان انا انعم في العجينة. ليه؟ لان الدقيق البلدي بيبقى فيه نسبة خشونة كده. تمام. اهو بصوا، بنزل بقى بالمية شوية شوية، نفضل نعجن لحد نطلع بقى غلينا بقى في العجينة. تمام. المية بتبقى دافية على درجة حرارتنا. يعني احنا دلوقتي خلاص دخلنا على فصل الخريف او الربيع، مش عارف. هتلاقوا يعني الجو بدأ ان هو ميبقاش ساقع زي الاول. فهنبدأ ان احنا ندفي المية حاجة بسيطة شوية كده. هنبقى في الصيف، هنجيب مية من الحنفية ونحط عليها مية من التلاجة عشان خاطر تبقى بدرجة حرارة الغرفة. تمام. يعني دلوقتي المية دافية حاجة بسيطة. تمام. بنفضل بقى لحد ما نظبط العجينة شوية بشوية، كوباية بكوباية. تمام. عايز لكم مثلا شوية لبن، عادي، مش هيقولك العيش ده اكتر حاجة، ولا بيقول لأ على حاجة ولا بيقول ايوه على حاجة. الراجل غلبان. طيب هنحط قد ايه ملح؟ الملح اللي يعجبكم، بس هو المقدار المظبوط معلقة صغيرة للكيلو. عايزين تكتروا حلو، عايزين تقللوا مش تقللوا قوي، يعني اخركم في التقليل نص معلقة ملح، عشان خاطر لو حد مثلا مريض ضغط او مريض سكر مش عايز ياكل ملح كتير ما يزودش ملح، دي حاجة براحته. تمام. ولكن هو لازم نسبة دي، عشان اولا سنة عن الرسول، ثانيا عشان العجين يتخبز يعني. تمام. طيب دلوقتي مثلا العيش بندخله الفرن بيطلع مصموط كده، ما بيقبش ومبقاش طري، اعجنوه. هوريكم دلوقتي العجنة اللي هي هتخلي العيش معاكم طري، وهتخليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هتخليه يتنفخ كده. حتى لا قدر الله لو ما اتنفخش بيكون حلو، يعني ما بيكونش مقذر. تمام. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. بصوا احنا كده بنعجن عشان قلتلكم في نسبة دقيق بلدي. طبعا لو مفيش دقيق بلدي احنا مش هنقدر نعمل الكلام ده كله. ماشي. نكمل موضوعنا. بصوا بقى، شايفين الحركة دي؟ الحركة دي بتخلي الرغيف يتنفخ كده. تمام. لا مش الحركة دي، هوريها لكم دلوقتي لما تيجي. ايوه دي. ما نجيبش من تحت قوي، لا لازم نسيب يعني نسبة من العجين تحت ونسبة من العجين فوق.
بص بقول لكم كده انها مش هتنفع اهو. بص بقى، اول ما بناخد من نص العجين مثلا ويبقى النص التاني من تحت، ما شاء الله بتطلع كرة كبيرة كده اهو. فهمتوا؟ من تحت كده ما بتعملش. هو بصوا اهم حاجه ان احنا ندخل نسبه هواء في العجين، فمن فوق بقى من تحت من على الجنب من اي حته، اهم حاجه ان احنا ندخله. بس احنا ايه يعني، نظريه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب احنا بنعرف منين ان العجين اتعجن او العجين بقى بنعرف منين ان العجين بقى مظبوط؟ بصوا، ليه عرق كده، احنا بنعمل له تيست، بيبقى فيه عرق كده في العيش، بيبقى العجين فيه عرق كده. تمام. ولما يعني بنعمل له تيست كده، منلاقيش ريحة شوارع معانا. تمام. الاول احنا سيبنا العجين بقى خلاص كده، ظبطناه وسيبناه يخمر. جينا بعد ما خمر، احنا بنخمره ازاي؟ بياخد ساعة الا ربع على قد الجو اللي عندكم. تمام. هنقرص على زيت، هنقرص على ميه، هنقرص على دقيق، هنقرص على، شوفوا، من مش هنقرص على حاجة خالص. دي بالنسبة للمتاح عندكم. بناخد العجينة، ايد فيها العجين وايد في الزيت او في المية او في الدقيق او في اي حاجة او في الهواء، اي حاجة، او بنكورها بطريقة بسيطة خالص. وان شاء الله باذن الله يعني الفيديو حلو. طيب احنا في الشتا اهو، لازم ولا بد ان احنا نسيب العجين ما يقلش عن، بعد التقريص كده ما يقلش عن نص ساعة، عشان الجو شتا وهو بيبقى مكشوف، يعني مش متغطي او كده، فبيبقى مكشوف، فلازم نسيبه. دي خطوة عشان خاطر العيش ما يطلعش، يعني الجزئية او الوش بتاعه يكون رقيق قوي ومن تحت يكون تخين او العكس. تمام. لا، لازم نسيب كل حاجة ترتاح براحتها عشان تطلع حاجة مظبوطة معانا. وطبعا ما ننساش نصلي على النبي ونذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا بقى سيبنا العجين يرتاح كده وخمر صح مظبوط. طيب احنا هنعرف منين ان هو خمر اصلا؟ لما تدخلوه الفرن ويطلع وشه كله احمر كده، فهمتوني؟ انما لما يطلع كله مبقع كده اسود، يبقى انتوا كده العيش لسه مخمرش. تمام. هبتدي بقى ان انا اخد الرغيف من على الصينية على المطرح، باكل رشش دقيق، باكل رشش رد، باكل رشش اللي يعجبني. تمام. هبتدي ان انا اساوي حروفه بس عشان خاطر ما تبقاش تخينه، وبعد كده نروح نلاقي القلب رقيق والحروف تخينه. ده طبعا ما ينفعش، لازم الحاجه تبقى مظبوطه معانا. ما شاء الله العيش كان طالع زي الفل. ما تنسوناش في اللايك، ما تنسوناش في الاشتراك، ما تنسوش تصلوا على النبي، وده اهم من الاشتراك واللايك. تمام. تمام. طبعا مش لازم ان انتوا ترموا الرغيفين في الفرن، بس اهم حاجه لازم تكون الفرن سخن ومظبوط من تحت. طب احنا بنظبطه ازاي من تحت؟ شفتوا الشمعة؟ من تحت بيبقى زي الشمعة، من فوق لازم يبقى عالي اعلى درجة. طبعا مش الدرجة اللي هي تأذينا. تمام. ونصيحة، بلاش تحط مية سخنة للأنبوبة. تمام. هي ان شاء الله بإذن الله هتشتغل، هتعمل اللي هتعمله، بس اهم حاجة، ونصيحة نصيحة نصيحة نصيحة، بلاش نحط مية سخنة للأنبوبة، إلا لو كانت الأنبوبة فيها كتير. تمام. واحنا عارفين ان هي فيها ومتأكدين ان هي فيها وهو مجمد. بس انما اللي هي ما فيهاش واحنا نحط لها ميه سخنه عشان خاطر يبقى فيها، هتأذوا نفسكم لا قدر الله لا قدر الله هتفرقع وهتعمل حاجات كتيره وحشه. وفي ناس كمان بتحط الانبوبه فوق الفرن، ده اكبر غلط. ده غاز، لازم يبقى بعيد عن الانبوب عن الفرن. تمام. نسيت اقول لكم، الفرن اول ما بنشغله بنمسح البلاطه بتاعتنا، او اللي هو الصينيه اللي هي البلاطه بتاعتنا، بنمسحها بحته مبلوله مرتين تلاتة كده لحد ما تبقى نضيفة معانا. وبس كده، ونصلي على النبي ونبتدي بقى نشوف شغلنا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك؟ اهو كده خمران اهو. حتى لو في حاجة سود بتبقى طالعة مع الألوان، يعني مع الحاجات الكتيرة كده. تمام. تمام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنا بحط رغيفين عشان أنجز، لكن انتوا مش مجبرين تحطوا رغيفين. الفرن بتاعكم كبير ويشيل أكتر من اتنين، وانتوا عارفين تعملوا أكتر من اتنين، اتكلوا على الله واعملوا. مش عارفين، واحدة واحدة هنتعلم مع بعضنا ان شاء الله. احنا طبعا انا قلت لكم الفيديو اللي فات هسيبه لكم في التعليقات، في اول تعليق مثبت هسيب لكم الفيديو اللي هو اللي فات بتاع تعليم الرح وتعليم التقريص وتعليم اللي هو
ناخد الرغيف من على الصينية. انما الفيديو ده انا بس بقول لكم شوية معلومات كده عشان تبقى اساتذة في الايه، في العيش بأمر الله. تمام تمام. اهم حاجة عشان العيش بتاعنا يبقى مظبوط لازم تبقى درجة حرارة عالية. لو النار واطية الرغيف هيبقى مظبوط وكل حاجة بس هيبقى ناشف مش طري. تمام تمام. ايه تاني بس كده. شايفين الجمال والحلاوة؟ اذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طبعا أنا كده خلاص، يعني أنا عملت لكم فيديو للرح أو التقريص لوحده وفيديو للعجين لوحده، فمش ناقص حاجة بجد، مش ناقص حاجة. ما شاء الله. يعني شايفين الرغيف عامل ازاي؟ خلي بالكم بقى من اللي بالفرن اللي بيطلع ده. اهي دي عارفين لو حتى لو رغيف واحد بس اتنفخ احنا كده نبقى ضامنين وضمان على الله ان احنا عملنا عيش صح. انما هو مش شرط اساسي ان هو كله هيقب معانا. ده مش شرط ولا لازم يبقى احنا كده مش ماشيين غلط. لا، اهم حاجة تبقى يعني واحد بس يقب، نص رغيف يقب، ربع رغيف يقب. ما يبقاش قابب بس لما تيجي يعني تحركوه كده في الفرن ما يبقاش عامل زي اكنكم حاطين ايه كشكول ولا كراسة ولا كتاب كده. لا، يكون حاسين ان انتوا بتحركوا حاجة عيش، يعني فهمتوا؟ ده المطلوب، يعني مش لازم ان هو يتنفخ. تمام تمام. اهم حاجة تبقى عندنا في الفرن عشان ما نحرقش العيش، حاجة غالية. خلي بالكم برضو معايا في الرمية، وان احنا ازاي بنبقى باصين في الفرن وعين في الفرن وعين على المطرحة وعين على الصواني. لازم نبقى قاعدين بنعمل اي حاجة تبقى يعني دماغنا في قلب الحاجة عشان خاطر نعرف ناخد حاجة نضيفة. تمام. وطبعا على قد جهدنا في اي حاجة هنلاقي ايه، ربنا كرمنا فيها، يعني احنا ما نتعبش وايه ونبقى عايزين ان احنا حاجتنا تبقى حلوة. لا، ما احنا لازم نتعب في الحاجة عشان نعرف نلاقي حاجة حلوة. يا رب عفوك سترك ورضاك. وكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. شايفين العيش جميل ازاي؟ اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والى لقاء اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان معكم الشيف مصطفى الصغير. والسلام عليكم وباي باي.